عشان تقيس كم الاضاءه اللي خارج من اي كشاف او اي سبوت او اي مصدر اضاءه، انت محتاج المكان ده، محتاج الديفايس ده، ومحتاج المكان يبقى كله ضلمه عشان شكل الاضاءه في الفراغ يقدر الجهاز ده يرسمه بطريقه او اخرى يعني. وهذا النتيجه بتاعته بناخدها فايل معين كده بنستخدمه في برامج السيميوليشن على الديزاين بتاعك شكله عامل ازاي. حلو. فبالتالي يبقى انا محقق مستويات الاضاءه المطلوبه مني في كل ابلكيشن او في كل مكان بننوره. كان زمان اهلي مثلا لحد دلوقتي هم بيحبوا الاضاءه الابيض اكتر، وانا مثلا بالنسبه لي بحب الاصفر اكتر، ولما بيجوا عند البيت يقولوا لي يا ابني هو ليه البيت مضلم قوي كده؟ او هي الخناقه دي مش هتتحل يعني، مش رايي هتفضل في المستمر يعني على الاقل يبقى لها حته في النص اللي نبقى احنا الاثنين مبسوطين يعني. ما هو طبعا الموضوع ده بيتحل لما يبقى فيه متخصص في المجال. الشمس بتديك اضاءه صفراء وبتديك اضاءه بيضاء وبتديك اضاءه زرقاء يعني، وما بتبقاش متضايق. لكن هي الفكره كلها انا بستخدم الاضاءه البيضاء او الاضاءه الصفراء فين وامتى. حلو. يعني النهارده مثلا في البيت لا، انت محتاج اضاءه صفراء او ورم، عشان الاضاءه الصفراء بتحفز لك مثلا الميلاتونين بتاعك، فتبتدي تبقى ريلاكس اكتر وتنام. حلو. او مثلا في فاين دايننج نفس الكلام، هتلاقي برضو انا عايزك تبقى ريلاكس. حلو. الاضاءه البيضاء لا، بتحفز المخ انت تصحصح معايا، صح، يبقى انرجي، فده محتاجينه في الشغل. ماشي. طب انا متحمس بقى نشوف ازاي بتعمل التست على اللمبه. هو طبعا الديفايس زي ما قلنا هو بيقيس الاضاءه من كل الاتجاهات. احنا بنشغل الكشاف وبعدين بيبتدي الديفايس ده يتحرك حواليه. الاول اللمبه بتلف حوالين نفسها. حلو. فيبتدي يقيس عند كل نقطه حلو. شكل الاضاءه اللي خارج منها فين. الديفايس ده زي ما بيطلع منه زي ما قلنا رسمه للاضاءه في الفراغ، بيطلع منه فايل ده بنقول عليه بلاجن ده اللي بنقدر بعد كده نحطه في برامج السيميوليشن، اللي هو في برنامجين اضاءه اقوياء جدا، ريلاكس ودايلاكس. واحنا كنا اول شركه في الميدل ايست تبقى رسميا البلاجنز بتاعتها موجوده على البرنامج ده. حلو. انت لما تنزل البرنامج ده اونلاين فور فري، هتخش في اللايبرري بتاعته هتلاقي 3 براذرز برودكتس وهتقدر تستخدمها على طول. برافو. احنا هنا في تيست تاني بيحصل، ممكن حضرتك تشرح لنا هنا الاول ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا طبعا مجموعه اختبارات كتيره قوي بتتم على المنتجات، وخصوصا منتجات الاوت دور. المنتج الاوت دور معرض لحاجات مش موجوده في الاندور، اختبارات المايه، اختبارات التراب. الاختبار اللي احنا عنده ده اختبار اسمه الاي كي، اللي هو اختبار الصدمات. يعني انا لو شديت وقتي مش هتتكسر؟ اجرب يعني. تمام. برافو. عايش. برافو، ما اتكسرتش. احنا تري برودرز مميزه جدا في فكره ان احنا بنصنع وبنعمل ديزاين لكل خطوه. فمن اول الاستنباط اللي احنا شفنا التصميم بتاعه والتصنيع بتاعها كاملا هناك، بعد كده الاستنباط بتتحقن هنا في المصنع ده كحقن الومنيوم سباكه، وبعد ما نخلص التجميع بتاعنا والاختبارات الكامله بتحصل في الفاسيليتيز بتاعتنا، ويطلع البرودكت يبتدي ينزل السوق. كنت عارف ان عندكم عمود ما بيبص خالص، عمود اناره اللي هو ده. مظبوط. العمود ده المفروض ان هو ما بيحصلوش اي حاجه. العمود كده ده هو منتشر في كل الاماكن الساحليه، الساحل وشرم، وبشوفه وسط البلد كمان. ده من البرودكتس الكلاسيك شويه يعني. حلو. الديزاين والستايل بتاعه كلاسيك. هو عمود حديد كبير قوي ومتجمع عليه قطع البلاستيك ريزن المختلفه. يعني ده من ده بلاستيك اللي بره ده. المنتجات دي كان في منها القديم اللي ما زال عليه طلب، ده طبعا معروف جدا. ده برودكت كامل حائطي بيتحط في الحاجات بتاعت الحوائط. ثابت في هو اتقل من كده، هو برضه ما هي الفكره في التصنيع بتاعه. والمنتج نفسه فيري فلكسبل، نقدر نعمل منه عائلات اكبر، عائلات اصغر، حاجات فردي، حاجات ثنائيه، حاجات مختلفه كتير. ده من البرودكتس اللي تعتبر جديده. حلو. الاسطمبه بتاعته محوله، فده عمود بيتحط في الشوارع بشكل ديكوري لذيذ. كمان انا عرفت ان انتوا بتعملوا السخانات الشمسيه. مظبوط. ولوحات الكهرباء. المصنع اللي احنا عليه دلوقتي عندنا خلايا شمسيه بتولد 350 كيلو، فبتغطي جزء من احتياجات المصنع. فاحنا قلنا نعمل موديل كامل في مصنعنا. بنعمل سخانات بالطاقه الشمسيه، بنعمل كشافات شوارع بالطاقه الشمسيه، ومنها مشاريع تم تصديرها لدول افريقيه كتير. الجزء بتاع شنايدر الكتريك، احنا لايسنس من شنايدر الكتريك، بانل بيلدر لشنايدر الكتريك، نقدر نعمل لوحات الضغط المنخفض. وصدرنا منها مشاريع لجامبيا وتشاد في افريقيا، وحاليا عندنا تصدير للشرق الاوسط. هي طبعا السوق المصري اللي احنا بنغطي بيه كافه اللوحات، سواء لوحات الضغط المنخفض او لوحات البيوت بقى بتاعتنا الصغيره، بتاعت الرايزر الصاعد او لوحه العداد او لوحه النيتشرز العاديه خالص.